السلام عليكم ورحمة الله. من مطبخ بشرى، كل يوم عندنا وصفة جديدة. أحييكم. اليوم راح نديرو بيتزا بالخبز البايت. باش ما نتخلصوش من الخبز اللي يكون عندنا في الدار، راح نديرو به طريقة جديدة ونستهلكوا الخبز اللي يكون قاعد لنا. ولهاد البيتزا نحتاجو قطع من الخبز البايت نقطعوه على هذا الشكل. نحتاجو 2 بيضات، نحتاجو خميرة الحلوى، باكين خميرة الحلوى، قليل من الزيت، الحليب اللازم باش نشمخو الخبز تاعنا، وطبعا فلفل كحل والملح. اما لاصوص هي لاصوص تاع البيتزا. عندي هنا طماطم مقطعه، عندي بصل، فلفل كحل، ملح، زعتر وزعتره، معدنوس للتزيين، زيتون اسود وشرائح من الفلفل الحلو، وفرماج بالطبع. نديرو نسبقو في الطماطم تاعنا، نديرو الملح، فلفل كحل، نحطو البصل. انا هذه هي طريقتي في البيتزا، ومن بعد نميكسي كلش بالميكسور. انتي الا حبيتي تسكر في جهه، انتي واش حبيتي. ندي ما نديرش الزيت حتى نميكسي الطماطم تاعي. انا هذه هي طريقتي. باش هنا نصيحه باش تقعد لك طماطم حمراء اللون، وكان ديريها وتميكسيها تولي لك اورانج. انا حتى نميكسي باش نضيف الزيت تاعي. ندي هذه الطيب ونكملو مع الخبز. الان ندوزو لتحضير الخبز. هنا كما قلت لك عندي خبز مقطع قطع صغيره، يعني نتيو على حسب افراد العائله وعلى حسب البلاطو تاعك اللي حديريها فيه. نضيف فلفل كحل والملح، ملح ما تكتريش لانه الخبز تاعنا راه ملاح. نضيف وحده خميره الحلويات، نكسر 2 بيضات، قليل من الزيت، 4 ملاعق كبار، ونشمخ الخبز تاعنا بالحليب. يعني الحليب حوالي 2 كيسان، لكن حتى يتشمخ لك الخليط تاعك يولي على شكل عجين. نعجنو بيدي. يعني الخبز ما نقدرش نعطيك كميه محدده، انتي والبلاطو اللي كحديري فيه. الا كان بلاطو صغير تستعملي خبز بكميه قليله، الا كان السنيوه تاعك كبيره راح تستعملي الخبز كميه كبيره. يعني نعرفوا بلي كل بيت يكون عندها الخبز البايت. حتى تتشكل عندنا عجينه اللي نقدروا نديروها في البلاطو. هنا دهنت البلاطو تاعي بالزيت، ونحط العجينه تاعي او الخبز ديالي اللي يكون بهذه الطريقه، نساويه كامل في البلاطو تاعي. لما طيب لاصوص نرحيها ونحطها فوق العجينه تاعي، ندخلها للفرن سخون. يعني ما حشد وقت في طياب بزاف، نشوف برك الخبز هذاك. يعني هي بيتزا نقدروا نقولوا بيتزا ال5 دقائق. طيب لاصوص تاعي نرحيها ونتابعوا الوصفه. انا الطوماطيش تاعي طابت، راني رحيتها كما راكي تشوفي. الان نحطوها
قليل من الزيت. تحبي زيت عادي ولا زيت زيتون، انا ندير زيت العادي، ولما نخرج البيتزا من الفرن ندير لها زيت زيتون. لاحظي اللون تاعها قاعد احمر ما ولاش الاورانج. نحط لاصوص تاعي فوق الخبز بهذه الطريقة. نحط معدنوس، يعني تزيين اختياري. الا ما عندكش فرماج ممكن تغلي البيض تسكرفجيه، يعني كل وحده والميزانيه تاعها. نحطو دوائر من الفلفل الحلو، هذا اختياري ايضا، تحبي ديريه تحبي لا. فرماج اي نوع، شيدار، موزاريلا، اي نوع تحبيه. ممكن اذا ما كانش تخلي حبيبات بيض تسكرفجيهم، يعني انتي وذوقك. نديها للفرن، الفرن تاعي ساخن، ونتلاقاو في طبق التقديم. البيتزا تاعي كما راكي تشوفي راهي طابت، راني قسمتها. الان نسقيها بشويه زيت زيتون، هذه خطوه اختياريه، كاين اللي ما يحبش الزيت. نضع لها شويه فرماج، الاول كان داب وهي سخونه. يعني انا اليوم اخترت بيتزا تاعي تكون سامبل، ما فيها لا فيونداشي ولا طون ولا اخترتها تكون اقتصاديه. لكم نظرف تشوفوا البيتزا تاعنا راهي شاهي، ريحتها ما شاء الله. شوفوها من تحت كيفاش حمارت وطابت، يعني ذوقها روعه. ونستغلوا الخبز البايت باش ما نرموهش، وسهله في 5 دقائق نقدروا نحضروها، خصوصا النساء العاملات. ممكن تحضر لاصوص طوماط نهار من قبل، ولا تقدر تشريها جاهزه ويكون عندها الخبز بايت في الدار. في 5 دقائق البيتزا تاعها تكون جاهزه. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم. الى عجبتكم عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو لاصدقائكم، وتشتركي في القناه، تضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد نعملو، وتزوريني على صفحتي الفيسبوك مطبخ بشرى والجروب. والى اللقاء في فرصه اخرى ان شاء الله.